برنس البرانيس. عايزه اكل مفحوط ومفروم ومدفون ومدفوس. مدفوس ومطحون. ايه ده؟ كبسه ورز ولحمه. كبسه ولحمه ورز لحمه. يلا بينا. واللحمه بتدوب كده. هو مفيش غير واحد بيعمل الحاجات دي اسمه شوايه. يلا بينا. بصوا قبل ما نخش في اي تفاصيل انا عايز اقول لك عشان تاكل اكله زي دي في اي مكان سعودي او خليجي بتدفع دم قلبك. فانا النهارده جايب لك مكان يمني هتاكل كل اللي نفسك فيه بالقعده البدوي اللي على الارض اللي كلنا بنحبها برخص التراب. واول ما بتخش المكان بتاخد الويلكم درينك بتاعك اللي هو المرق اللي هي الشوربه يعني. وصدقني هيفوتك لو انت ما جربتش عيش الطاوه. واحلى حاجه ان المكان ده يعتبر في وسط البلد في كامب جزيره على الطراوه، فانت مش محتاج بقى تروح اخر اسكندريه عشان تاكل لك اكله زي دي او قعده زي دي. انا جبته لك بارخص الاسعار اللي مش هتلاقيها في اي حته ثانيه، والمكان ده في اسكندريه. وطبعا اكيد مستغرب المنظر اللي انت شايفه، بس عايز اقول لك حاجه ممكن تعرفها وممكن ما تعرفهاش، ان الاكل من الايد سنه عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وفي ناس بتقول لما بتاكل بايديك بتاكل اكتر ما بتاكل بالمعلقه. نيجي بقى للريفيو بتاعنا. اذا كنت خليجي او مصري او يمني او تركي فانت تتدلع اخر دلع. هتقولي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان الناس دي ما سابتش حاجه في الاكل ما عملتوش. وبالنسبه بقى للحاجات اللي نزلت لنا، واول حاجه كانت الفحسه، وبعد كده لحم الحنيز. ولحم الحنيز ده اللي هو التيس، واللي عرفت ان هم بيجيبوا التيس صغير